ولا تنسوا الفضل بينكم. ازيكم؟ انا عمرو عزازي، مدرس استشاري جراحة الذكورة بكلية الطب جامعة القاهرة. خليني افكركم ان سلسلة الحلقات دي مش تفسير قرآني، لكنها بتتكلم عن الجانب النفسي والتوعوي في العلاقات الزوجية من واقع خبرتنا في علم الذكورة واللي بنشوفه كل يوم في العيادات عندنا. ده جزء من آية سورة البقرة بتتكلم عن الطلاق وتنظيمه، وفي وسط الكلام عن الانفصال والحقوق يجي التعبير البليغ ده: ولا تنسوا الفضل بينكم. يعني حتى وقت الخلاف والطلاق ما تمسحوش تاريخ العشره، ما تنكروش المعروف، ما تضيعوش الإحسان اللي كان بيننا. هنا في تربية على الأخلاق حتى في أصعب اللحظات. وكنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت إننا هنحاول وهنسعى للصلح. طالما إحنا الاتنين بنسعى للصلح فأكيد في حل، وطالما اللي إحنا حاولنا قبل وقوع الشرخ الكامل وحاولنا ان الشرخ ما يحصلش فان شاء الله في حل. طب للاسف مفيش حل، خلاص. لا تنسوا الفضل بينكم. يا ريت كل واحد يفتكر في الخلاف والمشاكل الحاجات الحلوه اللي حصلت. يمكن لما نفتكر الحاجات الحلوه اللي حصلت تخلينا نبعد عن النفور، يمكن نقرب ونحن لبعض تاني. ولا تنسوا الفضل بينكم. ما تنسيش الفسحه اللي هو عملها لك، ما تنسوش ايام الخطوبه، ما تنساش انت اتجوزتها ليه وانت اتجوزتيه ليه. فكر وبص على الحاجات الحلوه اللي انت اخترت شريكك عشانها. ولا تنسوا الفضل بينكم. ما تنسيش كل اللي عمله عشانك، وما تنساش كل التضحيات اللي عملتها عشانك، وسنين العمر اللي عشتوها مع بعض وكبرتوا مع بعض. ولا تنسوا الفضل بينكم. ما تجيش تجيبي سيرته على كل لسان وتسمعي البلد كلها وامك وعمتك وخالتك كله يعرف. ولا تنسوا الفضل بينكم. طب لو قدر الله حصل الطلاق برضه لا تنسوا الفضل بينكم. طب لو في عيال ما بينكم وليهم احتياجاتهم وظروفهم لا تنسوا الفضل بينكم. ولو هنشوف اللي بيحصل في العيادة كل يوم إن بعض الأحيان الكلمة دي لا تنسوا الفضل بينكم ممكن تكون حل مشاكل كتير. حل البيت كان خلاص ممكن يخرب. حل المشكلة كنا متصورين إنها شديدة، كنا متصورين إنها ممكن ما تتحلش، لكن في الآخر لو افتكرنا بس الحاجات الحلوة اللي ما بيننا والجانب النفسي بدأ يهدى شوية، نسترجع اللي ما بيننا زمان والعشرة الكبيرة بتاعتنا، ممكن ترجع المية لمجاريها وتلحم الشرخ أو تمنعه من إن هو يحصل. كل سنة وانتم طيبين.